اتخذ القفطان المغربي عبر السنين أشكالا مختلفة من منطقة لأخرى، بصمت إبداع المعلم المغربي في الخياطة والتصميم. ويصنف القفطان المغربي حسب نوعية الثوب ونوعية الخياطة وخدمة المعلم والتطريزة اللي كيتميز بها. كنلقاو أشهر الأنواع اللي اشتهرت في القرنين 18 و 19 ميلادي: القفطان الشمالي التطواني والقفطان الرباطي والقفطان السلاوي. هاد الأنواع كتختلف من حيث خدمة المعلم والخياطة، أما إلا اعتمدنا في التصنيف على التطريز أو الأتواب، فكان أشهر الأتواب اللي تصنعت بها هاد القفاطين هي أتواب البروكار المغربية في تلك الفترة: قفطان الخريب وقفطان البهجة. قفطان نطع الفازي وهو واحد القفطان اللي منتوب قطيفة مطروز بطرز النطع. أما القفطان الشمالي التطواني هو قفطان مفتوح بالعقاد الذهبية أو الفضية، على الأغلب كيتميز بواحد التمريرة ديال السفيفة على الأكتاف حتى المنتصف ديال الأكمام من الفوق، مع التطريزة ديال الخنجر على الصدر والأكمام العريضة، تفصيلة وخياطة مخزنية. أما القفطان الرباطي فكيتميز في الخياطة ديالو بنوع خاص من السفيفة كتثبت على الصدر على أشكال أو عفوا على شكل أشرطة عريضة كتكون عنده أكمام واسعة. أما القفطان السلاوي فهو أقرب من القفطان الرباطي مع واحد الاختلاف بسيط جدا، وهو اللي كيتميز به هذا القفطان اللي هو تطريز على الأكمام وأسفل القفطان.